واحنا صغيرين كان النجم بتاع الدفعه الولد الصايع اللي محدش بيقدر يجي معاه، الولد اللي كان اي حد يجي يتعارك معاه كان بيضربه. ومين بقى النجم التاني اللي كان بينافسه؟ الحريف بتاع الكوره. كانوا الاتنين دول هم دول العيال اللي بص اللي كلنا عايزين نبقى زيهم. اما كبرنا بقى ودخلنا الثانوي عينينا بقت مختلفه شويه، بقى الولد القدوه بتاعتنا كلنا الولد الدحيح اللي بيقوم في قلب الحصه سائل الابله سؤال تعجيزي، الابله تقوم راح قايله له ايه ده انت عرفت السؤال ده منين؟ ده من ثالثه ثانوي. كان هو ده بقى الولد اللي البنات والصبيان الاتنين هيتجننوا عليه ونفسهم يبقوا زيه، وكان هو ده بقى النجم بتاع الشله وبتاع الجامعه. بقى اتباع علينا كلنا اسم كليه معينه كجرعه مخدر جديده، تفضل 5 سنين تذاكر عشان خاطر في الاخر، عشان لما تبقى قاعد وسط اهلك كده ومعارفك وبتاع يتقال عليك انا مش بني ادم انا مهندس، لحد ما تكتشف انك قضيت عمرك كله بتثبت جداره في لعبه انت مش عارف مين الحكم بتاعها ولا عارف مين اللي حط القوانين بتاعتها. اكتر ناس تزعل عليهم مش الفاشلين، اوائل الدفعات، لان التفوق في نظام مغلق ده معناه انك هتطلع ترس نضيف في المكنه. الولد اللي بيستعرض ذكائه بالاسئله التعجيزيه للمدرسين بيمرن عقله الباطن انه يبحث على موافقه السلطه، ما بيمشيش عشان الحاجه اللي هو عايزها، بيمشي تبع نظره الطبقه اللي فوقه في الهرم. النظام عمره ما هيعرفك ازاي توزن قيمتك بنفسك، علمك ان قيمتك دايما بتيجي من شخص اعلى منك. لما بتتخرج بتتصدم بحاجتين، الحاجه الاولانيه وهي ان السوق ما بيعتمدش انت معاك كليه ايه ولا بتطلع من اوائل الدفعه ولا لا، بيعمل لك انترفيو كده يسالك هتعصر نفسك تديني كام في حسابي، وبما انك طول عمرك متفوق في اتباع القواعد هتقول له حاضر وهتبقى احسن ترس في المكان. والصدمه التانيه بقى هتكتشف ان الثروه اللي انت بتشوفها على النت ما بتروحش للادوات، بتروح لاصحاب المكنه. انت بتعيش تبيع وقتك عشان خاطر المرتب الفخم اللي انت هتاخده، التاني بقى بيشتري وقت الاخرين عشان يحطهم في المكنه بتاعته ويفضل هو يجيب فلوس وهو نايم. السؤال مش انك ازاي تبقى الاول في السباق ده، السؤال مين حط السباق ده وليه عايز نفضل اجري فيه. لو ما قعدتش تفكر ازاي تبني السيستم بتاعك اللي يفضل شغال وانت نايم يجيب لك فلوس بدون ما تحط ايدك فيه، هتفضل بقية حياتك تبني في سيستم حد تاني وتدفن معاك شهادة تقدير ما تستواش تمن الورقة اللي اتكتبت عليها. الفيديو ده بالنسبة اخواتنا بتوع الثانوية العامة، كل سنة فيديوهات تطلع تقول لك الثانوية العامة مش نهاية المطاف، والف مبروك للي جاب 50 والف مبروك للي جاب 90 واللي مش عارف ايه. حبيت بس افهمك ان لو واحد حداد ما اتعلمش اصلا تعليم، ما دخلش في التعليم خالص، وعنده الورشة بتاعته تحته صنايعية بيشتغلوا لوحدهم وفي الاخر هو شغال معاهم بالتليفون بس، الراجل ده انجح من انجح دكتور. لان الشخص الغني مش اللي بياخد مرتب اعلى، الشخص الغني وهو اللي يفضل عايش على قيد الحياة مدة اطول بدون شغل، وهو قاعد في البيت كده يفضل عايش ويفضل فلوسه بتزيد كمان. هو ده الشخص الغني. شوف انت اسأل نفسك كده، انت لو قعدت من الشغل النهارده هتفضل عايش لحد قد ايه؟ لو مرتبك 50,000 في الشهر، شوف كده. وهي دي فكرة الفيديو. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وادينا رأيك في التعليقات، واستنى الفيديوهات الجاية. يلا سلام.